ازيكم يا جدعان؟ فيديو جديد. والنهارده هنتكلم عن جونرا كده معينه من الافلام، الحقيقه من القريبين قوي لقلبي، الحاجات اللي ملهاش اي علاقه بالواقع، خيال في خيال، في منهم ممزوج بشويه علم ولو بسيط، بيخبطوني كده في حته معينه في قلبي ما بقدرش اقاومها بصراحه. فانا النهارده جايب لك قائمتي المفضله من الافلام اللي من النوعيه ديت. وارد تكون شفت منهم افلام وما شفتش منهم بعض الافلام التانية، فيعني الموضوع كله عباره عن ترشيحات، انت ترشح لي وانا ارشح لك. لو في حاجه انا نسيتها وما شفتهاش مثلا، فممكن تقول لي في الكومنتس، دي الحاجات اللي بتفيدني جدا. سريعا قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، انا عملت قناه مخصصه للمحتوى الخاص بكره القدم بناء على نصايح ناس كتير منكم دخلت كلمتني وقالت لي احنا نفضل ان يكون دي قناه منفصله عن دي، فعنايا الاثنين يا باشا. هتلاقوا لينك القناه تحت في الديسكربشن، اتمنى تروحوا تعملوا هناك سبسكرايب وتتفرجوا على الفيديوهات اللي هتنزل هناك. وبس من غير كلام كتير، يلا بينا نخش في القائمه. اول فيلم معانا وهو تمثيل لعمنا توم كروز بفيلم ايدج اوف تومورو. ايدج اوف تومورو بيحكي عن قصه مهروسه جدا، فكره ان انت تموت وتعيش تاني، تموت وتعيش تاني. ولكن خليني اقول لك ان الفكره دي اتنفذت في افلام كتير، ولكن ايدج اوف تومورو هو الافضل ما بينهم. انا حبيت كل شيء متعلق بايدج اوف تومورو، من الحبكه للقصه لسرعه الفيلم فعلا ما فيهوش لحظه ملل. انا لو لقيت ايدج اوف تومورو على التلفزيون عمري ما هقدر اقلبه، وهقعد اتفرج للاخر حتى لو كان ورايا ايه. حبيت جدا التنفيذ بتاع توم كروز للاكشن وافكاره اللي دايما متطبقه، وانت عارف ان هنا في بصمه توم كروز، دايما بصماته واضحه في الافلام. وحقيقي الفيلم رغم ان هو اكشن بحت، ولكن كان يحتوي على قصه جيده جدا. انا بحب الحاجات الاكشن او الرعب اللي بيبقى وراها قصه، مش عايزك تقدم لي اكشن صارخ ولا رعب صارخ، اديني في الانسانيات، احكي لي قصه من خلال الاكشن اللي انت عايز تقدمه. وده اللي بيحصل في ايدج اوف تومورو. حقيقي واحد من اروع الافلام، ولو ما شفتوش حقيقي يعني ما ينفعش يعني. ونروح لفيلمنا التالي وهو فيلم سنو بيرسر. الفيلم بيحكي عن قطار كده غريب مرتب الناس بالنسبه لطبقاتهم، اغنى ناس قاعدين في العربيات اللي قدام، وافقر ناس قاعدين في العربيات اللي ورا. فبنخوض مع بعض هذا الصراع الطبقي وبنحاول نفهم فلسفه الفيلم. حقيقي سنو بيرسر من الافلام اللي انا لما شفتها اول مره ما فهمتش قوي هو عايز يقدم ايه. شفت شويه اكشن كويسين، شفت شويه اداءات تمثيليه جيده، ولكن ما فهمتش برضو الفكره او الفلسفه اللي انت عايز تقولها. ولكن لما رجعت شفته بعد فتره قدرت الفيلم ده جدا. الفيلم حقيقي متنفذ بشكل جيد، فكره الصراع الطبقي اتقدمت بافضل صوره ممكنه. وللاسف ما عندناش حاجات كتير بتناقش الفكره دي، يمكن انتشرت مؤخرا، ولكن قبل كده ايام فيلم سنو بيرسر في 2013 ما كانش في حاجات بتناقش قوي القضيه دي. حبيت جدا الاخراج، حبيت جدا البريمس اللي يشد جدا. انا متحمس اعرف حياه الناس دي في القطر عامله ازاي، الاغنياء بياكلوا ايه وبيتعاملوا ازاي، والفقراء بياكلوا ايه وبيتعاملوا ازاي. حقيقي تجربه متكامله ممتعه، ما ينفعش الحقيقه تتفوت خالص. وفيلمنا التالي وهو فيلم هير. فيلم هير بيحكي على قصه حب ما بين انسان بالغ راشد عاقل وروبوت، نظام تشغيل ذكي اسمه سامانثا. وبنخوض مع بطلنا رحلته خلال الفيلم وبنشوف قصة الحب الغريبة دي هترسى على ايه. حقيقي فيلم هير من الحاجات اللي بتلمسني من جوه بصراحه. انا الفيلم ده اول مره شفته عجزت عن التعبير بقى انا حاسس بايه. بيجيلك كده احاسيس مختلطه، انت مش فاهم فعلا يعني. انا ما كنتش فاهم ساعتها ولا مستوعب هو الفيلم عايز يقدم ايه او رسالته ايه بالظبط. الفيلم قصته غريبه جدا، فكره ان انت شخص عادي بيحب نظام تشغيل ذكي وبتاع، الدنيا ديستربنج قوي. ولكن لما بتسلم نفسك وافكارك للفيلم حقيقة هتاخد تجربة من ابدع ما يمكن. على مستوى الكتابة، على مستوى الاداء التمثيلي، خواكين فينيكس واحد من افضل اداءاته هاندز داون. الاداء الصوتي المبهر لسكارليت جوهانسون، ايه ده، قدرت توصل لي كل احساس عن طريق صوتها بس، بالاضافة الى المتعة البصرية اللي بتاخدها لما تتفرج على فيلم هير. دايما بقول ان عمرك ما هتطلع من فيلم هير زي ما دخلت، في تجارب كده على المستوى البصري بتغيرك، منها الفيلم ده. حقيقي الفيلم ده تجربة من ابدع ما يمكن. فيلمنا التالي، وطبعا مش هنقدر نذكر قائمه فيها افلام ساينس فيكشن ومش هنذكر عمنا كريستوفر نولان ملك هذه الجنرا حاليا، وانا بالنسبه لي هختار فيلم انسبشن. انسبشن بيحكي عن كونسبت غريب جدا، وهو زرع الافكار من خلال الاحلام. وعندنا شخص فعلا دي وظيفته، وبنخوض معاه احد المهمات اللي بيحاول من خلالها برضه يقوم بنفس العمليه، انه يزرع فكره داخل دماغ شخص ما. ولكن المره دي الريسك مختلف تماما، والمهمه صعبه الى اقصى حد. انا لحد دلوقتي فاكر اول مره شفت فيها فيلم انسبشن، وخليني اقول لك ان الفيلم ده هو اللي خلاني ابص للافلام بنظره مختلفه. انا قبل فيلم انسبشن كان بالنسبه لي الافلام الاجنبي هي مجرد افلام اكشن بحت. الفيلم ده لو ما فيهوش ضرب او سباق عربيات انا مش هتفرج عليه. ولكن انا افتكر بالظبط في 2011 بعد الثوره، احد اصدقائي يعني كان معاه هذا الفيلم على فلاشه، ولما اتفرجت بصراحه يعني انا وقفت الفيلم في النص وقعدت متنح.
هو ايه اللي انا بتفرج عليه ده؟ هو ده اكشن ولا ده غموض ولا ده اثاره ولا ده تشغيل دماغ؟ حقيقي انسبشن كان تجربه مختلفه تماما بالنسبه لي، يعني تجربه اجنبيه تماما عني. يعني ايه فيلم اصلا يناقش موضوع زي ده؟ يعني ايه ابقى قاعد بتفرج على مهمه زرع فكره داخل الحلم؟ كان مايند بلوينج بالنسبه لها في سني ساعتها. انسبشن يمكن مفضل بالنسبه لي انا شخصيا لانه من الحاجات اللي غيرتني واثرت فيا، وزي ما بقول لك تجربه المشاهده وشفت الفيلم امتى واثر عليك ازاي بتفرق قوي. حقيقي انسبشن مش انا اللي هتكلم عليه، يعني واحد من افضل الافلام في التاريخ ومن افضل افلام كريستوفر نولان بلا شك، واحد افلامي المفضله. والفيلم التالي وهو فيلم ارايفل. فيلم ارايفل بيحكي عن مخلوقات غريبه بتوصل الارض وبيحاولوا يتواصلوا مع الناس بلغه معينه او باشارات معينه، ولكن الحقيقه محدش فاهم، فبيستعينوا بخبيره اللغات على امل اننا نحل اللغز ده. فيلم ارايفل هو احد افلام مخرجي المفضل دوني فينوف، وزي ما قلت قبل كده ان فيلم المفضل لدوني فينوف هو انسنديز، ولكن ارايفل قريب جدا منه. انا بحب الفيلم ده بشكل مش طبيعي. عارف لما تقابل فيلم متماسك كده، فيلم تقيل متماسك ماسك نفسه، حوارات واخراج واداءات تمثيليه على اعلى مستوى. حقيقي الفيلم بيسحلك كده في تجربه مختلفه مميزه عمرك ما هتاخد زيها في اي فيلم تاني. يعني انا مش هقدر اقارن فيلم ارايفل بتجربه مشابهه ليه، عشان فعلا مفيش. الفيلم قادر يدخلك جوه الاتموسفير بتاع الشيء الغريب اللي احنا بنتفرج عليه. احنا بنتفرج على كائنات احنا مش عارفين هم عايزين ايه، بيتواصلوا بلغه اشاره غريبه جدا، واحنا زينا زي العساكر اللي واقفين مش فاهمين ايه اللي بيحصل، شايفين اشارات وبنحاول نكتشف طول الفيلم ايه ده. فيلم مبني فعلا بشكل محترم، بدايه ومنتصف ونهايه من اروع ما يمكن. لو هقدر حقيقي اوصف فيلم ارايفل بكلمه واحده فهو متكامل. وفيلمنا التاني، وطبعا مش هينفع برضه اتكلم عن افلام الخيال العلمي من غير ما اتكلم على ذا ماتريكس. ذا ماتريكس بيحكي ببساطه عن مبرمج اسمه نيو، والحقيقه نيو بيخوض رحله غريبه بناء على دعوه شخص هو ما يعرفوش عشان يكتشف ما هو الماتريكس. اعظم فيلم اكشن في التاريخ هاندز داون، مش هنقعد نتكلم كتير بصراحه. ذا ماتريكس هو اللي اسس حاجات كتير لحد دلوقتي لسه بنتكلم عليها. كل افلام الاكشن اللي ممكن تيجي في دماغك بعد سنه 2000 اكيد واخده حاجه من ذا ماتريكس. ذا ماتريكس هو فيلم غريب من كتر حلاوته، انت بتقعد تتفرج عليه وتعيده مره واثنين وثلاثه مش مصدق ازاي ده حصل. الحاجات اللي انت واخدها فور جرانتد دلوقتي بالنسبه لافلام الاكشن ساعتها كانت جديده، يعني ايه سلو موشن ويعني ايه الرصاص يقف، والحاجات دي كلها كانت جديده ساعتها. كل كاركتر مرسومه بشكل متميز، الناس داخله كده بالشياكه بالبلاطي السودا بالنضارات، في شخصيه للفيلم. حقيقي فيلم ذا ماتريكس فايب كده انت لازم تخش جواها، واحد من امتع التجارب. والحقيقه انا لو عايز ابسط نفسي بعمل شويه فشار وبشغل ذا ماتريكس. وفيلمنا الاخير والفيلم اللي هنختم بيه وهو احد اقرب الافلام الى قلبي وهو Eternal Sunshine of the Spotless Mind. فيلمنا ببساطه بيحكي عن قصه حب غريبه شويتين، اتنين بيحبوا بعض ولكن لظروف معينه البنت بتقرر انها تعمل عمليه مسح ذاكره لكل شيء متعلق بالشخص اللي كانت بتحبه. فطبعا الشخص اللي كانت بتحبه لما يعرف حاجه زي كده مش هيسكت، فبيقرر يعمل زيها، وبنتسحل احنا بقى في كل ده. حقيقي Eternal Sunshine بيوصف حاجات مش هتعرف توصفها غير لو عشتها، غير لو مريت بيها. احساس الجريف والحزن في ابهى صوره. انا بالنسبه لي ده التمثيل الاقرب يعني ايه واحد حزين. تاثير الخساره عامل ازاي، انك تخسر شخص بتحبه، والاحساس الاعقد اللي قدر يوصفه انك تبقى عايز تنسى فعلا الشخص ده من كتر حبك ليه. احاسيس كده معقده ومركبه الفيلم ده قدر يناقشها بشكل فوق المبدع. انا حبيت كل شيء متعلق بإترنال سانشاين بصراحه. اداء جيم كاري عالمي، الفيلم اخراجيا بسيط وحواريا معقد الى ابعد درجه، وده الكومباينيشن اللي انا بحبه. انا ما بحبش البهرجه على مستوى التصوير والكادرات والحاجات دي كلها، كل ده شيء يحترم، ولكن الكتابه هي اللي بتصنع العمل الجيد من وجهه نظري. بصراحه إترنال سانشاين انا بالنسبه لي واحد من افضل الافلام اللي انا شفتها في حياتي عامه، وتجربه صعبه مش مناسبه لكل الاوقات. فلو عندك وقت فاضي وحابب تخش كده في فايب مختلفه، Eternal Sunshine of the Spotless Mind هيكون الخيار الامثل ليك. وبس لحد هنا تكون خلصت قائمتنا. ما تنساش اللايك والفولو والسبسكرايب والحاجات الجميله دي عشان ده فعلا بيساعد. وزي ما قلت لك ما تنساش تروح على قناه الكوره، هسيبها لك تحت في الديسكربشن تعمل سبسكرايب هناك عشان تتفرج على كل الفيديوهات الجديده اللي هتنزل. وسيب لي تحت في الكومنتس ايه افلام الخيال العلمي المفضله بالنسبه لك. حقيقي نقرا الكومنتس اللي مكتوب فيها ترشيحات، دي الفقره الامتع بالنسبه لي في اليوم كله بصراحه، فما تبخلش عليا بقائمتك يعني، خليك بحبوح كده. وبس اشوفكم في فيديو جديد وسلام.